الراجل استخدم نظره بالأشعة السينية وشاف عملة قديمة عند كشك في الشارع. عمل نفسه مش مهتم وسأل البياع كده بطريقة عادية عن السعر. البياع لما شاف إن الراجل ماسك شوية نسخ شكلها أي كلام قال له السعر 10,000 دولار. الراجل أول ما سمع السعر الغريب قام يمشي، بس البياع ندى عليه وقال له يبيع له ب2000 دولار. الراجل دفع كاش واشترى العملات. بعد كده راح محل تحف علشان يبيعهم. هناك لاحظ إن صاحب المحل بيحاول يضحك على بنت صغيرة وبيبيع لها فازة مضروبة على إنها أصلية وبيقول إنها تساوي على الأقل 5 مليون دولار. الراجل اتدخل وقال إنها مزيفة. صاحب المحل هدده وقال له لو ما قدرش يثبت إنها مزيفة هيكسر رجليه الاتنين. الراجل مسك الفازة وكسرها في الأرض وقال إن الخامة باينة إنها حديثة. صاحب المحل مسك قطعة وبص فيها لقاها فعلا حديثة زي ما الراجل قال. ساعتها اعتذر بسرعة وقال إنه يعمل أي حاجة علشان يصلح غلطته. الراجل طلع شنطة فيها عملات قديمة وطلب من صاحب المحل إنه دايما يديه أسعار عالية لأي تحف يجيبها بعد كده. صاحب المحل أول ما فحص العملات اتصدم، لقاها بقالها أكثر من 1000 سنة وتساوي على الأقل 1,000,000 دولار. بكرم منه دفع له 2 مليون كإشارة للنية الطيبة والصداقة. البنت أعجبت بذكاء الراجل ودعته يبقى مساعدها الشخصي. عرضت عليه 5 ملايين دولار وعربية رياضية إصدار محدود في ساعتها. الراجل ما قدرش يقاوم العرض ووافق. بعد شوية طلبت منه يتحقق من لوحة باستخدام قدرته الخاصة التاني. الراجل أكد إنها مزيفة، لكن خبير موجود هناك أصر إنها أصلية وتساوي أكتر من 10 ملايين دولار. الراجل علشان يثبت كلامه بصق على اللوحة. الخبير اتعصب وطلب من رجاله يكسروا رجليه، لكن الراجل قال للجميع يبصوا كويس على اللوحة، ولدهشتهم ظهر تاريخ إنتاج حديث. الراجل مسح المكان بنظره ولاحظ كذا قطعة مزيفة. مساعد الخبير اتهمه إنه ما يعرفش حاجة عن التحف. الراجل كسر فازة في الأرض وبين علامة إنتاج حديثة. بعدين مسك حلي من اليشم ولما دلكها على إيده اللون اتحك وطلع في إيد. طلع الخبير جايب كمية كبيرة من التحف المضروبة، وده سبب خسارة مالية ضخمة للشركة. على طول البنت طردته